بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله سبحانه وتعالى وصف الحياة الزوجية ووصف كل طرف إنه سكن للطرف الآخر، ولابد أن تكون فيه مودة ورحمة. الزوج يسكن لزوجته، والزوجة كذلك يكون زوجها هو سكنها. كمان الله سبحانه وتعالى وصف العلاقة الزوجية بالميثاق الغليظ، والميثاق ده علشان يفضل غليظ ويفضل كما هو، لابد أن يكون فيه قدر من المودة والحب والمشاعر اللي المفروض ترتوي بيها العلاقة الزوجية. أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت دائما بتسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حبه ليها، وتقول: كيف حبك لي يا رسول الله؟ فكان الرسول بيرد عليها وبيقول عن حبه ليها ويصفه إنه كعقدة الحبل. فكانت السيدة عائشة ما بين حين وآخر تتفقد حال الرسول العاطفي تجاهها، وتسأله: كيف حال العقدة يا رسول الله؟ فكان بيرد عليها ويقول: هي على حالها. طيب، في بعض البيوت دلوقتي بنلاقي أسباب للمشاكل بتكون سببها الأساسي والرئيسي إن مفيش ود، مفيش حب، مفيش رومانسية ما بين الزوجين. وبالأخص في بعض المشاكل بتكون الزوجة قايلة إن زوجي بخيل عليا عاطفيا، يعني ما بسمعش منه كلمة حلوة، ما بسمعش منه إطراء، يعني ما بيتكلمش معايا بطريقة كويسة، في قسوة وفي غلظة وفي شدة. المفروض ان الزوجة بتبقى محتاجة تسمع من زوجها كلمات جميلة فيها حب، فيها مودة، فيها رومانسية، فيها دلع اللي بتحتاجها الست من زوجها. طيب، الزوج القاسي او الزوج البخيل عاطفيا والبخيل ماديا كمان، البخل عمره ما كان ماديا فقط، بل البخل كمان بيكون في المشاعر. ازاي الزوجة تتصرف مع الزوج البخيل عاطفيا؟ هل تروح تتكلم معاه، ولا ده هيقلل من كرامتها شوية زي ما بعض النساء بتقول: أنا يعني هاخد منك الرومانسية بالعافية، ما كنتش أنت تبقى حنين عليا من الأول، أنا ما أقدرش إن أنا أطلبها منك. إزاي تتصرف معاه؟ إيه اللي بيخلي الزوج أصلا يحرم زوجته من المشاعر ومن الكلمات الجميلة؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله النهاردة في حلقة قوارير مع ضيفتنا الفاضلة الأستاذة أمونة أبو بكر، المتخصصة في العلاقات الأسرية والزوجية. سلام عليكم يا أستاذة أمونة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا. أهلا وسهلا بحضرتك ومرحبا بحضرتك. الحقيقة موضوع الزوج البخيل عاطفيا ورومانسيا من الموضوعات المهمة جدا، واللي كل بيت بيبقى محتاجها. لازم يكون في جو من العاطفة علشان الحياة تستمر. قبل ما نتكلم عن الأسباب، خليني أسألك الأول: هل الصفة بتاعت إن الزوج غير عاطفي أو غير رومانسي أو في جزء من القسوة شوية، الصفة دي ممكن العروسة قبل بقى ما تتجوز في فترة الخطوبة أو في فترة التعارف تقدر تعرف وتكتشف إن العريس ده يعني عنده الجزء ده فيه خلل شوية أو ناقص عنده؟ والله وارد، ما بيعتمد. كمان خلينا نتكلم عن إنه يعني لغة، يعني لغات التخاطب بين البشر يعني عندها أسلوب وعندها بتنتمي لثقافة الناس جاية من وين مثلا، بتنتمي لأدوار الناس، الرجال والنساء مثلا أدوارهم، شكل التخاطب بيناتهم. لغات الحب في العالم يونيفرسال، عالمية. خلونا نحن يعني ما كل الرجال ناشفين عاطفيا ما يسعي، ولا كل النساء هم عاطفيات. بالضبط. عرفتي كيف؟ لكن بعض المجتمعات إبراز العاطفة وشكلها وكيفيتها بتعتمد على الثقافة والتوقعات. يعني مثلا ليلة نحن كناس شرقيين شكل العاطفة اللي ممكن يظهرها الرجل
وين وكيف بتختلف. توقعاتنا من الرجل في إنه هو يكون في المكان المعين والزمان المعين عشان يبرز عاطفته تجاه زوجته أو تجاه في أي موقف، حتى تجاه أولاده. عرفتي كيف؟ أيوة. دي بتكون تابعة ثقافة المجتمع وتوقعاتنا من الرجال، سواء كنا رجال سواء كنا نساء. فخلينا نحن نتفق إنه البرود العاطفي ممكن يصيب أي إنسان. لكن زي ما أنت قلتي وبديت الليلة الحديث يعني في كل اللغات العالمية، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلنا بينكم مودة ورحمة. أيوه. بعد ذاك يعني أنت ولغتك اللي ممكن تخاطبي بها زوجك ومعرفتك لها هي اللي بتحدد كيفية عيشتك، بالإضافة لتوقعاتنا من أسرنا. يعني الرجل متوقع منه إنه هو يوفر أشياء معينة، المرأة متوقع منها توفر أشياء معينة. فالإجابة على سؤالك قد تستطيع معرفة زوجها يا نوع من البشر هو، لكن يعني الحياة الزوجية عبارة عن عالم لوحده. فمسألة إنك أنت حتعرفيه من الأول يعني ما 100%، ما 100%. أيوه. لكن ممكن يكون عندك فكرة عن شكلها حتكون كيف. بالضبط. فبالتالي يعني حيحصل شنو بعد ذاك. بالضبط. بعض الرجال زي ما حضرتك قلتي ده بيبقى متوقف على ثقافات، بعض الرجال بيبقى عنده فكرة معينة إن أنا لما أظهر العاطفة أو الحنية أو الرومانسية لزوجتي فده شيء يطعن في رجولتي، أنا علشان أحسسها إن أنا بحبها وبقدرها وبخاف عليها، فبيبين ده في طرق أخرى، إنه يجيب لها كل طلباتها، يخليها مش محتاجة أي حاجة في البيت، يتعامل معاها بما يرضي الله وبأخلاق وباحترام، ولكن مش بالرومانسية، لأن هو شايف إن الرجولة ما فيهاش عاطفة ورومانسية والكلام الفاضي اللي انتوا بتتكلموا عليه ده. صحيح يا ندى. يعني الحديث عن لغة المشاعر أو لغة الحب زي ما بيقولوا، يعني في داخل البيت أو خارجه. عرفتي كيف؟ لمن يهمهم الأمر يا ندى، دي أشياء ممكن أنت تتعلميها عن زوجك، ممكن أنا أتعلمها عن كيفية شنو هي لغة الحب عند زوجي مثلا، شنو هي لغة الحب عندي. عرفتي كيف؟ يعني أنا كيفية التعامل في لغات أيوة. للحب في داخل البيت. بس المحتاج شنو؟ إنك أنتي المعرفة أحيانا غير الإدراك. يعني أنت ممكن نحن الليلة مع العولمة والإنترنت والناس عارفة بتعرف كل شيء، دقة زر إنك أنت لو عايزة تعرفي معلومة عن مثلا عن الموضوع اللي قاعد نتكلم عنه، معرفة إن أنا زوجي لغته بتاعت الحب هي كيف وشكلها كيف. أيوة. ده عايز إدراك بالزبط. وقبول كمان. ففي ليتريتشر كثيرة جدا جدا وكتب كثيرة جدا، يعني علماء السايكولوجي أو علماء النفس صنفوها ويونيفرسال عالمية هي. فطبعا نحن بتحكمنا ثقافتنا الإسلامية، وفي الكتاب والسنة موجود إذا الناس ركزت عارفة. يعني في كتب جديدة جدا جدا ظهرت هسي يعني في السنين الأخيرة دي في السايكولوجي. لكن إذا أنت رجعتي لورا في كتب السنة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام والقرآن، عرفتي كلها مكتوبة هناك. فنحن عندنا ثقافة، يعني نحن يا ندى بنتكلم عن الثقافة الاجتماعية، وكمان التثقيف الديني شكله أحيانا بيختلف. عرفتي كيف؟ فبالتالي لغات الحب ممكن ان احنا لقدام نتحدث عنها في كيفيتها ونسميها كمان. لكن زي ما قلتي انت، ايوه بياخد وقت، بياخد. الرجل ممكن يعني متوقع منه انه هو يكون تاف مثلا، ما يتكلم شديد، ما عرفتي كيف؟ ايوه شديد. يدخل من البيت بيسلم. يعني في اسر يعني في خلال عملنا بيتكلموا بيقولوا إنه الرجل مثلا بيجي من برا
يعني علاقته بأولاده إنهم هم بيسلموا عليه وخلاص. هو يعني هو خالص إنسان طيب زي ما أنت قلتي، يعني مؤمن البيت، محترم. لكن يعني عطاؤه من حيث الحديث والإكسبكتيشنز والتوقعات بتاع إحنا عايشين في عالم، يعني الحديث عن المشاعر بقى جزء من الحياة مع ضغوطات الحياة، بالذات نحن اللي عايشين في القرب بالظبط يعني ده بالظبط في الوقت يعني ده. الأولاد والبنات. أيوة في الوقت ده في كيفية التعامل مع البنات، كيفية التعامل مع الأولاد. فأحيانا عارفة يعني تفرقي بين إنه يكون عندك ولد في كيفية التعامل معه، ويكون عندك بنت في كيفية يتعاملوا معها emotionally أو من حيث المشاعر. فبالتالي الأب أحيانا يعني لما نتحدث عن المشاعر كثير من الأوقات، وما نحن بس، يعني غياب الأب emotionally في البيت بيأثر تأثير سلبي على الحياة الزوجية. احنا بنتكلم عن المادة، بالرغم من انه دي لغة كمان يعني لغة المشاعر. ممكن يكون المال، ممكن يكون تأمين وتوفير والعمل الجاد ويحسسك بالأمان، دي كمان لغة من لغات المشاعر، لغة من لغات الحب. لكن مطلوب منك انك انت تفهميها، المطلوب منك انت وزوجك تقعدوا وكل واحد فيكم يعرف شنو طيب هي لغة حضرتك الحب. هنا حطيتي ايدك على نقطة مهمة جدا نتكلم فيها. بعض الزوجات بتقول لما بتلاقي زوجها شديد قاسي، يعني ما بتلاقيش منه الكلمة الحلوة أو اللطيفة أو المشاعر أو الرومانسية، فتقول أنا هروح أتكلم معاه، هقول له أنت حارمني من رومانسية ومن الجو جميل في البيت وأنا محتاجاه. بعض النساء الأخريات يقولوا لأ، احنا مش هنروح نطلب منه انه يكون حنين او يكون عاطفي، ده شيء بيقلل من كرامتي وبيقلل من اعتباري في البيت، المفروض ان ده شيء طبيعي وفطري انه يتعامل بيه معايا. حضرتك رأيك ايه ما بين القولين دول؟ تروح تقوله وتتكلم معاه ولا لا؟ طبعا يعني بصفة عامة، يعني احنا نتكلم بالعموم وبعدين نمشي يعني نخصص الأشياء. تمام. في العموم طبعا الحوار طبعا والحديث، وكونك انت تتكلم مع الزول اللي عندك، مع الإنسان اللي عندك معاه إشكال، أو ده من أجمل الأشياء، لأنه معناها انت عندك إحساس بالأمان في إنك انت تمشي تتكلم معاه وتصلوا لحل. اوكي، ده البلاتفورم. يلا نحن نخصص بقى هسي بعد ذاك في كيفية انه ما بين الرأيين. انا مالي، مفروض هو يعرف اوريدي انا انسان، انا بشر. ايوه. ويعني انا بربي العيال، انا بكون قاعدة في البيت مثلا، او انا كمان يعني نحن يعني ده عايشين في زمن، زي ما بيقولوا زمن العولمة. في زمننا هسي نحن في البلاد اللي احنا عايشين فيها مهم المرأة بتطلع تشتغل مثلا، عرفتي كيف؟ فبالتالي دورها زك، لكن برضو يعني قايمة بواجبه. طيب وده المحك، أو كمان تقرر إنها هي ما تكلمه مثلا، ما دايرة تكلمه لأنه هو ده واجبه. طيب السؤال بقى يبقى شنو؟ أنا مع الإنسان اللي ممكن يتكلم، اللي ممكن يعني يمشي يقول، عشان انت تقولي to approach your husband، عشان تمشي تقولي لزوجك يا أخي انت ليه ما قاعد تعمل، يا أخي انت مقصر. لازم انت تكوني فاهماه شنو هي الطريقة. ما كل انسان عنده مفتاح، عرفتي كيف؟ في شخصيتي انا مثلا، شخصيتي عندي مفتاح، وده عاوز ده الكلام نحن نتكلم يا ندى عن المعرفة والإدراك. يعني هي وصلت لقناعة إنه هي لازم تتكلم مع زوجها لأنه زوجها مقصر منها. طيب لازم هي مهمة كمان إن هي يبقى إحنا كده وصلنا مع حضرتك إن إحنا لازم نتكلم معاه ويكون في شكل من الصراحة، بس بطريقة لطيفة، ما تتكلمش معاه بطريقة برضو كمان تكون قاسية أو تجرحه.
وتقول له انت قاسي، انت ما عندكش مشاعر، انت حارمني من حاجة مهمة جدا، وانها تتكلم معاه بطريقة تخلي بعض الازواج الاسلوب نفسه حتى لو هو معترف ومقر يخليه يعند زيادة، فتخلي الامر يزداد بسبب طريقتها السيئة في الكلام. يبقى احنا وصلنا معاكي كده لنقطة ان لا، لازم تروح تتكلم معاه، ولكن الطريقة اللي تعرض بيها المشكلة هي دي المهمة. أيوة، عارفة يا ندى، في كل المجالات في الحياة، في الحياة اليومية الآن إحنا فيها، لما تكون في مشكلة، لما تميزي أو تفرقي بين المشكلة وبين الإنسان، يا ندى أنت يا أخي غلطتي في حقي. ما بقول لك يا ندى أنت سيئة، يا ندى أنت كعب، لأنه نحن أنا وأنت هسي اتفقنا إنه الشخصية دي، الزوج ده، ونحن يعني بنتكلم على العموم هسي. طبعا في استثناءات، الناس اللي بيكونوا سيئين 100% احنا ما قاعد نتكلم عنهم، نحن بنتكلم على العموم اللي هم الناس اللي عندهم الجفاف العاطفي من غير ما هم يكونوا عارفين، وتأثيره بالتالي سلبي على الأسرة وعلى الزوجة أو الزوج. أوكي. لما تتكلمي مع أنا الليلة، لما أجيكي أو كمان لما أجي لزوجي أتكلم معه عن جفاف العاطفي، الحديث بيكون كيف؟ عرفتي كيف؟ ما هي لغة. ما هي لغة يا انت نحن لازم نتحرى في كيفية الحديث، لازم نفرق بين الإنسان ده، ما كله سيء. ما احنا اتفقنا، عرفتي كيف؟ احنا اتفقنا إنه الإنسان فيه حاجات جميلة جدا جدا، لكن في أشياء كده قاعد تنقص علينا حياتنا، في أشياء كده حتأثر مستقبلا يا نادي، يا اسمه يا ندى، على الأطفال مستقبلا، في كيفية تعاملهم، في كيفية نجاحهم، في attachment theory اللي هي ما بعرف اسمها شنو بالعربي، لكن إذا الطفل ما بقى عنده لغة بتاعت حب مع أبوه مع أمه، يعني بيكون عنده نقص في إمكانية التعامل بالصورة الصحيحة لقدام في حياته، سواء كانت العملية سواء كان مع زوجته. فأنت لازم تتحري في كيفية التعامل، ولازم نفرز نحن بين إنه بنتكلم عن سمة واحدة، عن سلوك واحد، ما كله. فلازم انت تتحري، اول حاجه تدركي، تعرفي. اوكي. نمره 2 لازم تدركي انت كمان ما انسانه كامله، وهو شايف فيك نقص. عرفتي كيف؟ فبالتالي انت ما بتجي من مكان بتاع انك انت مثاليه وهو ناقص، فبالتالي جايه تعلميه لا، من منطقه خلينا نقعد، انا وانت ونتفاهم. الاوبنس، انك انت تقبل الانتقاد. عرفتي كيف؟ الفكر المرن او الفكر المفتوح يخليني اتقبل النقد منه، بس لو كان نقد بناء. في بعض الازواج يا استاذه امونه بيبقى نقدهم لاذع جدا وقاسي، وفي يعني بيجرح جامد في زوجته، يخليها تقول انا مش عايزه اقعد معاك اصلا، ولا عايزه اتحاور معاك، ولا اقول لك انا عايزه ايه، لان اسلوبك جارح. أيوة، وده طبعا دي مراحل متأخرة جدا جدا، وكمان احتمال ما تكون متأخرة، لأنه ما في إنسان يا ندى بيحب يواجه بنقصانه. يعني it's very confronting أحيانا. يعني أنت الليلة أنا لما أجيك وأقول لك يا أخي أنا أنت ناقصك كده بصورة، يعني شفتي ما في إنسان بيرضى، أنت بتبقي دفاعية defensive. فبالتالي طبيعة النفس البشرية يا أستاذة أمونة بتحب الكلمة الحلوة، بتحب الكلام اللطيف، إن أنت تثني عليها حتى لو أنت شايف فيها يعني تقصير أو قصور، ما ينفعش إن أنت تواجهه. يعني ما كان اللين في شيء إلا زانه. طيب حضرتك قلتي نقطة مهمة، إن الأب أو الأم الاتنين لو كان عندهم مشكلة في الجانب العاطفي، في برود عاطفي، فده بيترتب عليه إن الأولاد بيكونوا زيهم. وده يخليني أكلمك عن النتائج اللي بتترتب على الزوج اللي بيحرم زوجته عاطفيا. هل ده ممكن يتسبب في فجوة كبيرة بينهم؟ هل لا قدر الله بسبب
زيادته بطريقة كبيرة جدا، لا قدر الله ممكن بعدها الزوجة تقول أنا مش قادرة استمر في الحياة دي، أنا محتاجة عاطفة ومشاعر، يا إما أنت هتخليني أفتن مثلا، أو هتخليني ممكن، ولو إن ده مش مبرر إطلاقا لأي شيء حرام، ولكن بتكون ذريعة للأسف الشديد لبعض الزوجات. وشفنا مشاكل كتير جدا حصلت، ولما نتكلم مع الزوجة تقول ما هو حارمني عاطفيا ونفسيا وما إلى ذلك. إيه النتائج المترتبة على ده؟ وهل ممكن تطلب الطلاق بسبب حرمانها عاطفيا؟ في كتب كثيرة، وفي السيرة النبوية، وحتى في الأدب المجتمعي أو في السايكولوجي. البيت اللي ما بيكون فيه العاطفة أو كمان الحرمان العاطفي بأي شكل كان هو نوع من التعذيب الصامت، عارفة؟ يعني هو نوع من إيه يا أستاذة أمونة؟ يعني إحنا من التعذيب الصامت. اللي هو يعني أنت مثلا الليلة مثلا إحنا خلينا لا حياء في الدين. الرجل أو المرأة، يعني إحنا في ديننا موجود في طبعا أسلوب، يعني كونك إنك أنت ما تتكلم مع مرتك، كونك إنك أنت تحرمها العلاقة الانتيميت ريليشن شيب، كونك إنك أنت ده كمقرر في السنة وفي الكتاب والسنة هو طبعا نوع من أنواع العقاب طبعا، نوع من أنواع العقاب والتأديب، عرفتي كيف؟ فبالتالي إذا هو بقى جزء من الحياة، والمرة دي يعني إحنا يعني في بلادنا مثلا المرة ممكن تقعد في علاقات زي دي لأسباب اقتصادية، باعتبار إنه الرجل هو أيوة اللي بيكسب بالضبط أو كمان بسبب الأولاد، عرفتي كيف؟ يعني أنا ما الطلاق ده ما عايزة أطلق عشان كده، لا، عشان كده بيولد الريزنتمنت، إنه هو الإنسانة دي ما بتبقى إنسانة، يعني العلاقة بتحرم من أشياء كثيرة جدا جدا. فبالتالي نعم، يعني أنا ما أعرف إذا جاوبت على سؤالك ولا لا، هو ما مبرر، ولكن بيتسبب في مشاكل كبيرة ممكن تصل إلى الطلاق، وده من الجانبين. يعني لو هي الزوجة اللي عندها التقصير الكبير ده، فبالتالي الزوج فيقولك أنا هستعيد عن الموضوع ده، أنا مش هطلقها، هي أم أولادي وحافظ على البيت، ولكن أنا هتجوز اللي تعوضني المشاعر وتعوض اللي أنا مش قادرة ألاقيه فيها بعد ما كلمتها بدل المرة 10-20 مرة مثلا. لكن كمان يا ندى، المسألة بتاعت إنه أنا حخليها مع ولادها، عشان أنا يتخيلي ده موضوع قائم بذات، حلقة قائمة بذات. بالضبط مسألة إنه هو حيمشي يفتش، عرفتي كيف؟ فأنا وده الكلام اللي أنا قلته من الأول. ففي شكل العلاقات وشكل العطاء والجفاف العاطفي، ما هو يعني باور، يعني نوع من أنواع إذا كان هو الرجل، وفي معظم الحالات هو الرجل، يعني على حسب الاستاتيستيك الموجود، إنه يعني كنوع من أنواع إنه هو إذا هو عرف إنه فعلا ده هو الموضوع اللي قاعد يأذي زوجته، وهو بيتمادى فيه من غير يعني وضع اعتبار لأشياء كثيرة، باعتبار إنه هو عنده القوة، سواء كان القوة الاقتصادية لأنه هو مصدر الرزق بتاع الأسرة، أيوة. سواء كان القوة الاجتماعية لأنه هو الرجل، أيوة. عرفت كيف؟ أو كمان هو عنده الخيارات أكثر منها، في إنه هو ممكن بكل سهولة إذا هي ما عجبه، هو ممكن إذا هي عملت له جوطة مثلا وهي عايزة وما قدروا يصلوا لمرحلة مشاكل كتير، مشاكل كتير، أيوة. فهو حاجة، أيوة. ودي مشكلة بتعاني منها المجتمعات الشرقية كتير جدا جدا، وفيها ظلم للمرأة، وأنا ما منحازة، ده موضوع لوحده. لكن إحنا خلينا نرجع للقاءات الحب، للقاءات الحب والمشاعر بتاعت لما الجفاف العاطفي يحصل. الجفاف العاطفي لما يحصل دي تبعاته، ودي الاوت كام بتاعته، انه هو في ناس الاسره بتتشتت طبعا. الاطفال الاطفال بيكونوا معرضين. بيقول لكي البيت اللي ما فيه عاطفه، الابناء بيمشوا يفتشوا على عاطفه برا. ايوه بالضبط.
طيب ولا انت قدر الله بتحصل انت بعض المشاكل خصوصا في مرحلة المراهقة عند اكزاكتلي البنات وعند الولاد، عايزين اكزاكتلي عند يشوفوا الولاد. المشاعر من بره لان هم مش لاقيينها جوه. ايوه، وبعدين بيقول لك من اجل الاعمال، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انه اليتيم، يعني كونك تمسح في راس على راس اليتيم من اجل الاعمال. شوفي دي لمسه، لمسه بس، كونك انك انت تمسح على راس اليتيم معناها انت قاعد تخلق انسان يعني فقد اعز ما يمكن الانسان يفقده، لكن في نفس الوقت انت يعني خلقت له قاعده او مساحه في انه هو يطمئن. فبالتالي الجفاف العاطفي او البخل العاطفي ما بس يعني للحظه والتو والكم 30 كم 20 سنه الزوج والزوجه اللي عايشينها مع بعض، لا، التبعات بتاعته بتمشي ما وراء النفرين ديل، يعني الزوج والزوجه، الابناء ابنائهم، ابنك لما يطلع شكله حيكون كيف، بنتك لما تطلع. فنحن لما نفكر، شفت الأب ذاته لما يفكر إنه أي أب أمه بنته عزيزة عليه، فبالتالي أنت بنتك عايزة تتوقع من زوجها شنو؟ أنا لما أكون كزوج أو كمان كأب، يعني أنت مثل الأعلى لبنتك. عرفت كيف؟ أيوه. لما ما تكون مثل أعلى بالصورة اللي أنت تتوقع زوجها يكون، ما هو دائرة، فافعل ما شئت فكما تدين تدان. وده دي تفاصيل دقيقة من حيث الدين والمجتمع الشرقي، لكن احنا عندنا حتى هنا في أستراليا مشاكل كثيرة جدا جدا بسبب البخل العاطفي، سواء هي ولا هي، لكن اتخاذ القرارات، لأنه المرأة يعني أكثر حرية وأكثر يعني in terms of يعني يعني هي في الحرية إنها تتخذ قراراتها. عرفت كيف؟ واعتماد على الرجل أقل من مجتمعاتنا الشرقية، فبالتالي بتقدر تتخذ القرار. لكن في حالات يعني مرة صعبة، وفي مجتمعاتنا نحن المهاجرين المسلمين يا ندى، يعني عندنا مشاكل كثيرة 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 كثيرة، يعني المنبر ده ذاته ما بيسعنا عشان نتحدث عنها. احنا ان شاء الله نفرد حلقات اخرى مع حضرتك ونتوسع فيها، ولكن قبل الختام انا محتاجة من حضرتك نصايح للزوج اللي بيتعامل مع زوجته بهذه الطريقة، حارمها عاطفيا ونفسيا ومشاعريا وفي خلل كبير في الجانب ده، تنصحيه تقولي له ايه؟ خصوصا يعني إن كان مغترب وفي بلاد أوروبية وفي أماكن منفتحة، وزي ما حضرتك قلتي المهاجرين من المسلمين والدنيا مفتوحة قدامهم بشكل مختلف تماما، تنصحيه تقولي له ايه يا أستاذة أمونة؟ النصيحة زي ما أنت كان في سؤالك، وسؤال كان قيم جدا جدا يا ندى، اللي هو الناس تحتاج يعني لازم المعرفة والإدراك، اللي هو في لغات، كل واحد فينا يا ندى عنده لغة بتاعت حب ربنا خلقها فيه. ممكن تكون ممكن دي لغات الحب، ممكن دي حلقة لوحدها، ممكن في 5 لغات حب في العالم. تمام. دي فعلا نفرد لها حلقة لوحدها مع حضرتك. حلقة أيوة. في لغات الحب. فبالتالي يعني أنت كزوجة فتشي شنو هي لغة الحب بتاع زوجك وتقبليها، لأنه يا ندى الإنسان هو وليد بيئته. الليلة الرجل اللي بخيل عاطفيا لو ما عنده أسباب ثانية هو جاء من أسرة، الأسرة بتشبهه، فبالتالي هو فكرته عن الأب وفكرته عن الزوج جايبة من أبوه، جايبة من المجتمع، ما لم يكون عنده، فممكن يكون معذور، هو نشأ في النشأة كده، شاف الأب والجد كده، فممكن يكون هي دي أسرته، هي دي ثقافته، هي ثقافته. عشان كده أنا قاعدة أقول لكي مع المعرفة، ما بس المعرفة بتاعت لغات الحب، معرفة إنك أنت كيفية توصيل الرسالة، أنت لازم تعرفي عنه. هل هي العطاء؟ هل هي ممكن يا ندى أحيانا زي ما أنت ذكرت في بداية الحلقة، الناس ممكن يكون من الكرم بحيث إنه ممكن يعني يعقد لسانك ما تقدر تتكلمي، بينما هو في مثلا في إنه هو يقول كلمة طيبة. عرفتي كيف؟ يقول لك مثلا كلمات تحت الحب، يقوم يتواصل معاكي عاطفيا في السرير أقل
لكن بيسوي يعني تريبليس، يعني عرفتي كيف؟ بيقدم ممكن يعمل أشياء أشياء أخرى هو شايف أخرى. إنها بديلة أو تعوض الجانب ده. exactly. فأنت إذا عرفتي المفاتيح دي بتاعت لغة الحب بتاعت زوجك، وهو عرف لغة الحب بتاعتك، وانت عرفتي لغة الحب بتاعت بنتك ولدك، ولغات يعني لغات الحب دي عالم يعني في السايكولوجي عايز معرفة زي ما قلت لك، وما معرفة بس إدراك، كونك أنت تدركي أنت لغتك الحب بتاعتك. what is your expectation، توقعاتك شنو؟ عرفتي كيف؟ وده حديث شيق جدا جدا عن لغات الحب. ففي يعني تمام. لغات الحب عالم براه، عالم لوحده. احنا الحقيقة ان شاء الله هنعمل مع حضرتك حلقة قادمة بإذن الله عن لغات الحب نظرا لأهميتها في البيوت. كل زوجة وكل زوج لازم يعرف لغة الحب الخاصة بشريكه علشان الحياة تستمر. في النهاية أنا بشكر حضرتك الأستاذة أمونة أبو بكر المختصة في العلاقات الأسرية على هذا الحديث الشيق والممتع، وألقاك بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من قوارير. ودعوة لكل الأزواج والزوجات، إحنا سكن، النساء سكن لأزواجهم والرجال سكن لينا، فمحتاجين بيوتنا تكون عمرانة بالحب والمودة والمشاعر والرومانسية. البيت اللي بيبقى ما فيهوش حب للأسف بيبقى بيت هش جدا وضعيف جدا. طبعا البيوت ما بتقومش على الحب بس، ولكن ده جزء مهم جدا من استمرار الحياة الزوجية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا وبيوت المسلمين أجمعين بالحب وبالمشاعر وباللين والمودة والرحمة. أشوفكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج قوارير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.